السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله اللهم إني تبرأت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب يجزيكم الجنة، بس شدوا التكبيس والمشاركات، رفع الله قدركم جميعا وأثابكم الله عنا خير الثواب. حي الله القائد، كيفك مولانا؟ حياك الله، نحمد الله دائما وأبدا على شو السراء الأخبار؟ والضراء، هذا من فضل الله علينا، والله وأما عرقنا بنعمة مرقنا. ربك حدث. ايه والله فحدث، ايه والله هاي الطبيعة الخلابة يا أبي ورانا. يا الله، الله محييكم جميعا. يلا بس نشوف البث خذ بقطع. راحتك، ما في وراي شيء، خذ راحتك. إذا البث بقطع يا أخوان اكتبوا لي البث بقطع، مش عارف إذا بقطع لا، أنا الصوت عندي واضح. يا أرحم الراحمين يا رب. الله حيو عمي أبو عمر. حي الله درغام، أنا راح أنظم المناظرة بينك وبينه، ما راح يتكلم شيء. تمام ممتاز إن شاء طيب، الله. يعني شو عم بتكون شو عم بقلبي. تتحورى؟ شو عم تتحورى؟ والله حطيت مسكاي مشان أغسل تمي لأنه كنت عم اشتغل. هي درغام، هلا انتوا عم تحكي مين بينجلق حكيك مشان تحكي بس مثل خلق حطيتها، والعالم، هي كبر انت امك للتنظيف. وناظر مثل هي خلق بتنظف والعالم. التم وبتعطي نعنع، يعني بتساعد على النشاط، بعدين بكبها دغري. يلا ان شاء الله سمي الهاري الهي، تفضل مناظر. آمين يا. طيب من أولاً يبدأ أبو يعني عمر؟ أنا بس هيك دردشة صغيرة، يعني نحن إن شاء الله غايتنا إنه نوحد صف الأمة، وأنا أرجو من الله إنه تكون هي يعني مثل ما بيقولوا أول حجر أساس لحتى نقيم هالقصة اللي المسلمين والله العوام عم يفوتوا، يعني ما رح أقول أي طرف من الطرفين، عم يفوتوا عم يقولوا والله رح نلحد من هالكلام، هذا بيحكي هيك وهذا بيحكي هيك وهذا بيقول هي طويلة وهذا بيقول قصيرة والعياذ بالله. فنحن يعني نشوف شو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وحذرنا منه، الطرفين يلتزموا فيه طالما الحديث صحيح إن شاء الله. شو عنوان يعني نرجو مناظرتك؟ شو عنوان مناظرتك؟ يعني توحيد الصف في الأسماء والصفات. نعم نعم. نعم. هيك بين يلا البداية. انت درغام انت مؤول ولا مفوض بالاول بالمناظرة؟ مفوض مفوض. أنا مفوض بإذن الله. مفوض. يا سلام، هلا رح يطحن يلا تفضلوا. لك لا طيب. بدنا نطحن بعض ولا بدنا طيب خلونا اسمعني خلونا هيك. أستاذ درغام نعم. حبيبي الله يجزيك. يلا. نعم. هاي مين يبدا؟ مين يبدا؟ انت المنسق، انت تختار، وانت انا حسكر المايك وما في اشكال، خليه يبدا هو يا ابو عمر، خليه يبدا ما في اشكال. طيب. انا حسكر بس يلا المايك. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني بس. حتقضي يا محمد ونزل. كونتاك. يفتح قلبك إلهي. إيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا راح أبدأ، أنت مشان تفضل. ننظم المناظرة. بسم الله بس الرحمن الرحيم. ابو عمر ما بدي اقاطعك ابو والصلاة- عمر. ابو عمر حبيبي فهم الناس، لانه بالطريقات بقول لك شو يعني مفوضه، اعطيهم نبذه بسيطه ايش المفوضه عشان نفوت احنا في الموضوع. الله يجزيك الجنه، تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيفنا المكرم اسمه السيد درغام أسد الصوفية، هو صوفي، طريقته صوفية، منهجه وعقيدته أشعرية. أشعري مفوض وليس مؤول. ما معنى مفوض؟ أنه يأتي كلمة في القرآن لا هو ولا الصحابة ولا كل علماء الإسلام يعرفون معناها ففوضوا معناها إلى الله.
تمر عليهم الكلمة في القرآن يفوضون معناها إلى الله، يقولون لا أحد يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. الأشاعرة المؤولة يفسرونها، فمثلا لو جاءت كلمة اليد يقولون اليد هنا لله، القدرة والنعمة أو البسطة أو السيطرة أو إلى آخره. فضيفنا المكرم السيد درغام أسد الصوفية من الأشاعرة المفوضة الذين إذا تأتيهم كلمة في القرآن لا يعرفون لها معنى ويقومون ويقولون الله أعلم بمرادها. فسيبدأ السيد درغام في إثبات عقيدة التفويض لبعض الكلمات وبعض الأحاديث الموجودة في السنة النبوية والقرآن الكريم. قديش متفقين انتوا اثنين الوقت؟ انت براحتك ابو عمر، انت المدير، انت قسم 5 2 3 4 براحتك. انت انا الوقت. برأيي 3 دقائق ب3 دقائق مشان يصير يعني في ما نتشعب بالامور. شو رايكم؟ الامر الكم يعني، ما يلا. تفرق معي. عدب ابو يلا عمر، معك تليفون عمر. ثاني؟ معي تليفون ثاني. نعم ابو عمر ثواني حبيبي، بس يلا. عدم الخروج من سياق المناظره الله يجزيك الجنه. محمد أعوذ محمد، بالله. واحد بس كلمة. اي واحد يخرج سكته حتى لو انا. تفضل. واحدة ليش هيك أنا عندي التعليقات؟ ثواني بس اخي، ثواني. محمد بس شغل لي الكونتاكت عشان الشحن. ومعك تليفون ثاني؟ اخوان التكبيس والمشاركات الله يجزيكم بالجنه، التكبيس والمشاركات يا اخوان رفع الله قدركم. لاجل الحظ رفيقنا هون طلبنا بفزعه وما حسنا الا نلبي، يعني على اساس نخلص بساعه زمن، فطلع 5 جايب على على شيخ العين. حطب، طلعوا طونين. الله ييسرهم والله. ليش محمد على أي سكر مرة التعليقات، عندي عم تخربط التعليقات، سكر التعليقات وافتحيها مرة ثانية. طيب بس بدكم يعني نبدا اسيادنا نحن جاهزين. أنا والله تليفون ثاني ما عندي، تليفون ثاني مشان فاصل شحنه. يلا تفضل مداخلتك للدقايق. طيب. عير له محمود. يلا تمام. بسم الله 11 الرحمن الرحيم. تقدر تعير محمود؟ تقدر تعير محمود؟ نعم عندي تليفونين 11 و8 ان شاء الله. هسه بعير له 3 دقائق. يلا توكل على نعم. الله. بسم الله. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أولا خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسار على نهج الصحابة ثم التابعين، وخير القرون قرن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. القرون الثلاثة الخيرية الأولى المشهود لهم بالصلاح، طبعا العلماء الذين شهد لهم الناس أنهم علماء. أولا نبدأ بكلام الله عز وجل عندما قال أن القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية في حديث عائشة الصحيح، قال إذا بعد أن قرأ آية المتشابه قال إذا رأيت من يخوض فيها فأولئك من سمى الله فاحذروهم. وفي رواية فلا تقعدوا معهم. وكما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم كانوا جلوسا ببابه، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية يتنازعون القرآن، فقال أبهذا أمرتم ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فاتركوه. نبدأ بقى هلا بعصر التابعين، فقد نقل ابن تيمية في الفتوى الحموية الصفحة 213 والصفحة 300 أنه قال اجتمع السلف على أن النصوص التي أتت في الصفات في القرآن والسنة أمروها كما جاءت بلا كيف، وكذلك قال الشافعي إمرارها تفسيرها، وكذلك قال أبو الحسن الأشعري أمروها كما جاءت ولا نقول يديه نعمته أو قدرته. تمام؟ فهذا ما كان عليه السلف وما كان عليه الخلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم بالقرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. بعدين في عنا يعني السلف لم نجد أحدا
منهم إلا قال أمروها كما جاءت بلا كيف. فنحن نرجع كائنا من كان، سلفي، أشعري، ماتوريدي، أي إنسان، هذا نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرنا الله في القرآن وأمرنا به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج الصحابة، وهذا ما كان عليه التابعين، كما نقل ابن تيمية ذلك في الفتوى الحموية صفحة 300. أظن أنا انتهيت حتى هنا، وهذا ما نحن أستاذ ضرغام، قبل ما يبدأ الشيخ محمود، رواية أن النبي قال لعائشة الحديث الذي هي ما قلت لا بأي مصدر وأي كتاب موجود؟ هلا حاتيك بالمصادر، بس في يعني إذا سمعتيهم أو رأيتيهم يخوضوا بها فلا تقعدي معهم. أين هذا الحديث الأثر؟ في لفظتين يا أبو عمر، في لفظة لا لا ما تجلسوا معهم، في في اللفظة تحذروهم. واللفظين تمام. إيه بأي نعم. كتاب؟ الحديث صحيح إن شاء الله، إن شاء الله. بأي كتاب؟ والله لا يحضرني الآن، هلا بجيب لك إياه، بس عم ما يصير أنت بجيب بمناظرة أستاذ، مناظرة أنت. هلا محمود وين نعم. بده يدور على إذا كانت الحديث؟ موبايلك بتقول له ضروري. ضعيف. يلا ثواني ضعيف خليه يقول الحد. مداخلته. أنا هلا رح أجيبهم كاملين يلا. إن شاء الله، كاملين بنجيبهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على انت اخذت 4 دقائق استاذي، لكن ما في مشكلة، انا اخذ ان شاء الله 3 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المباركين. سكر المايك أستاذ ضرغام، أستاذي سكر المايك، الله يجزيك الجنة. سكر المايك. خذ قد ما بدك. لا سكر المايك عشان المقاطعة حبيبي، عشان المقاطعة، عشان الناس بدك سيدي. المهم يعني نحن بكرة إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين شلون بيتسكر؟ الطاهرين. منين بيتسكر؟ والله ما بعرف شلون المباركين. بيتسكر. دقيقة لشوف. ايه اكتب طيب رح اسكره، بس هات اعرف منين التسكير. اكبس على ال3 نقاط اللي تحت استاذي، على ال3 نقاط اللي تحت، في 3 نقاط جنب بعض بيض، اضغط عليهم، اقفل الميكروفون. أبو خالد احكي ضرغام، احكي الحمد لله انخفى حسك، منيح هيك انخفى حسك. طيب ما انا خايف اتكلم ويرجع يقول لي عيد يا ابو عمر، ايش الحل هسه؟ ما بنعرف. ضرغام النت عندك خربان؟ نعم ضعيف ضعيف. الآن تمام. عم يقطع النت عندك، عم تسمعنا؟ تمام انا تمام سمعانكم انا. إيه بس في صوت عندك، في صوت. علمه كيف يسكر ميوت. افتح ال3 نقاط البيض اللي جنب بعض استاذي، اضغط عليهم، بكون مكتوب لك اقفال الميكروفون، بتضغط على اقفاله. كتم الميكروفون عندي انا. ايه عندك مزيد فوق 3 نقاط. فتحت بس عليها ونزل لتحت. فتحتهم. في طلع عندي تعليق قلب الكاميرا. نزل لتحت كتم صندوق الميكروفون. الكنز. ايوه هدية صندوق الكنز، اقفال الميكروفون. ما في عندي هدول، ايقاف اللايف مؤقتا. طيب خلص. كتم الميكروفون ما موجود عندك؟ ما طيب هيك راح يروح الوقت، خلص مش مشكلة يا ابو عمر، الله يجزيك الجنة. نبدأ. ما عندي تفضل. يمكن بقيس طيب استاذ، ما عندي استاذ خليني ابدا وقتي انا يا استاذ ضرغام، خليني ابدا وقتي، الله يجزيك الجنة. ابدا وقتي انا ان شاء الله. طيب فضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المباركين. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي.
يا الله، اللهم إني أخرج من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله نبدأ. إخواني الأعزاء بارك الله فيكم. نبدأ من حيث انتهى الأستاذ ضرغام. الأستاذ ضرغام أتى في تفسير لابن كثير واسمه الفتوى الحموية، وقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أمروها كما جاءت. طيب، بداية يا أحب الله يجزيكم الجنة، هذا ليس قول ابن تيمية رحمه الله، إنما كتاب الفتوى الحموية هو أتى مستنكرا وساخطا للأشاعرة والمتكلمين والصوفية، فكان هذا الذي أتى به هو قول الصوفية، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه قال بالصفحة 22 الصفحة التي تليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالنصوص وصفات الله تعالى وإثبات معانيها التي تدل عليها تلك النصوص على حقيقتها ووضعها اللغوي مع النفي التشبيه والتعطيل، وأن مذهب السلف والأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه، وليس كما قال المتكلمين منهم والمفوضة. هذه النقطة الأولى. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قال بهذا القول، ذهب إلى قول الشافعي ضيفنا المكرم وقال أمروها كما جاءت بلا تكييف، وهذا هو ولله الحمد مذهب أهل السنة والجماعة. عندما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنا الآن وأبو عمر الشامي نمرها كما جاءت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو مررناها إذن أصبحت يدين. لكن الشافعي قال بلا تكييف. أي ما هو التكييف يا أستاذي؟ هو أن لا أقول بأن يد الله تشبه أيدي أحد من خلقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 82، قال: كل من زعم بأن الله عز وجل جسم إلهي كباقي الأجسام، أو من قال بأن صفات الله الذاتية هي تشبه صفات أحد من خلقه كان من الإنسان أو الملائكة، فهو وقع في التجسيم، وهذا مرتد عن دين الإسلام. هذه النقطة الثانية. ضيفنا المكرم الأستاذ ضرغام أتى بالآية وقال أن هناك آيات محكمة وآيات متشابهة. أنا بدي أستفسر بس من الأستاذ ضرغام، الله عندما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني اتق الله إن كنت تقول بأن هذه الآية متشابهة. هذه طامة كبرى يا أستاذ العزيز، هذه طامة كبرى إن قلت أن هذه الآية متشابهة. تمام؟ هذه الآية محكمة يا أستاذ العزيز، فدعنا الآن أنا وأنت نتحدث في الآيات المحكمة، ولا نريد أن نتطرق إلى الآيات المتشابهة، لأن آيات الأسماء والصفات أتت كلها محكمة، نادرا ما تلقى بها المتشابه. تمام؟ الآن أنا بإذن الله رددت على الأسئلة اللي أنت سألتها. سؤالي لك الآن أستاذ العزيز بارك الله فيك، أتمنى أن تجيبني عليها. أنت تقول بأنه ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. الآن يا أستاذ العزيز أنت تأخذ من صحيح البخاري وصحيح مسلم قول ابن عباس رحمه الله بأن لله أصابع، ما هو طيب. قولك في هذا؟ هاي النقطة الأولى. لا استمع الأسئلة، الله يجزيك الجنة عشان تجيب. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أتمنى أنك تجيب عليه: لو أن الله أراد أن ينفي عن نفسه اليد فماذا يقول؟ شوف سؤالين بسيطات وسهلات. تفضل يا أبو عمر. يلا. طيب. معك المايك سيد ضرغام. عرفت شو سؤال ضيفنا؟ نعم انه لو اراد الله ان ينفي اليد ماذا قال ابن عباس؟ أحسن. هذا القول لابن عباس هذا قال. طيب اولا انا وصلت على البيت الحمد لله، الله يسر. رح نقلب الكاميرا ونفتح النصوص هلا. طيب اول شيء هي الحديث من الباحث الحديثي من عند الأخوة السلفية، هذا الموقع. طيب
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، طبعا حديث السيدة عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذه الآية عن آية المتشابه إلى هن أم الكتاب إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. الحديث أورده الألباني في صحيح الترمذي صحيح. طيب، في رواية أخرى فاحذروهم، وفي رواية فلا تقعدوا معهم، وهذه الرواية أيضا صحيحة. تمام، لك موجودة عندكم على الشاشة. اثنين، نرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. تمام، وقال إنه هذا كلام يعني كان ابن تيمية معترض عليه. طيب، ابن تيمية بعد أن ذكر أن هذا ما كان عليه السلف، وأنا إذا بدك برجع لك بقرأ لك 4 صفحات لحتى إذا تعطيني وقت، طبعا 4 صفحات وبأرجيك إنه كله كان عن الأسماء والصفات، إنه أمروها كما جاء. فهون كلام ابن تيمية لما قال، حتى قال اجتمع السلف في مصر، إمام أهل السلف في مصر، وإمام أهل السلف في العراق، وإمام أهل السلف في الشام، وإمام أهل السلف في مكة، في المدينة عفوا، على أن أمروها كما جاءت بلا كيف. طبعا هي الفتوى الحموية لابن تيمية، نقل إجماع السلف. وهون حتى قال والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. قال الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد، هذا اللي قالوا فيه. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي الأخبار التي جاءت في الصفات، فهل اليد هنا أو الساق أو الكذا أليست هي من نصوص الصفات؟ فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلوا عن السلف وأكد عليه، وقال شيخ الإسلام أن هذا هو ما كان عليه السلف. وبتحب ارجع لك كمان بقرأ لك الصفحات كلها. الحمد لله صرنا بالبيت والكمبيوتر أمامنا. طيب، اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. نرجع إلى حديث حب الرمان للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا. أما سؤالك فأنا لا أخوض فيه، لأنه بينت لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نخوض في الأسماء، لا تخوضوا في هذه الأمور. وابن تيمية نقل لك السلف، وأنا أتبع السلف لأني سلفي إن شاء الله، عندما قال أمروها كما جاءت بلا كيف. ولا كيف هون انتهى الوقت أستاذي. تفضل. انتهى الوقت. تفضل سيدي، تفضل. طيب، بداية محمود تفضل. قبل بداية تفضل. سؤالك ما في إجابة عليه، رجع كرر نفس الكلام. للأسف أنا قلت له لا تقدر أخوض تعطينا فيها. إياه؟ لا أخوض تقدر فيها تعطي يا عمر. طيب، أنا لا أخوض فيها، جبت لك الأدلة. يعني أنت هذا جوابك على سؤاله؟ نعم، جوابي عليها. أمرني النبي وأمرنا وقال ابن تيمية وقال الأوزاعي وقال الليث بن سعد نعم. وقال مالك، كلهم قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ولا هنا النافية للجنس. يلا أنا لا أخوض. يلا خلص اعملي ميوت. طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أستاذي، أنا ما قلت لك أعطيني كيفية يد الله حتى تقول لي أنا لا أعطي بالكيف. أنا سألتك سؤال: لو أن الله عز وجل أراد أن ينفي عن نفسه بذلك ماذا يقول؟ السؤال الثاني، قلت لك حديث ابن عباس الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن الأصابع، فأنا أحمل المسؤولية كاملة لأبو عمر لأنه هو المفروض أن يأتي بالجواب. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا أخوان، هو أتى بهذا القول، أنا طبعا ما راح أطلع عشان شو اسمه، هذه نفسها المكتبة الشاملة اللي أنت أتيت بها يا أستاذ العزيز. انظروا يا أخوان ماذا قال: فالسلف ما كانوا يفوضون علم المعنى المراد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فالسلف ما كانوا يفوضون علم المعنى بالمراد، إنما كانوا يفوضون الكيفية. تمام؟ هذه قلت لك يا مولانا لو ترجع بس كمان 3 صفحات في صفحة 26 تجدها يا أستاذي. تمام؟ أنا قلت لك في البداية، أرجو أنك تستمع لقولي، أنا قلت لك نحن لا نفوض الكيف. لما تسألني وأعطيتك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال بأن لله يد أو ساق كأيدي أحد من خلقه سواء كان الإنسان أو الحيوان أو الملائكة أو السماء أو الأرض فهو مرتد عن دين محمد لأنه وقع في التجسيد. نكمل: وأما من قال بأن المعنى غير معلوم
وأن السلف أرادوا ذلك، نقول ما أراد السلف ذلك، إنما كلامهم حمل على غير ما قصد. سأل رجل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول. طبعا كما نقول الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. تمام؟ طيب أنا الآن يا أستاذي، أستاذ العزيز، بعيدا عن قول السلف ها هنا، تمام، أرجع أطرح عليك سؤالي للمرة الثانية، بارك الله فيك. لو أن الله عز وجل أراد بأن ينفي عن نفسه اليد ماذا كان قال؟ اثنين، أنا لا أتكلم عن الآيات المتشابهة والمحكمة. هذه الآية الله عز وجل يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اثنين، أريد حديث الأصابع. الآن أزيد السؤال، ضايل معي 30 ثانية، أزيد سؤال عندك مولانا العزيز الله يجزيك الجنة. الآن ما هي أنت كصوفي أقسام التوحيد لديك؟ تمام، 15 ثانية معي. أبو عمر، أريد أقسام التوحيد. لو أن الله أراد أن ينفي عن نفسه اليد ماذا كان قال؟ وحديث الأصابع اللي في صحيح بخاري عن ابن عباس رقم الحديث 3247. أتمنى يا أبو عمر تسجلهم عندك وتلزمه، وأنا أخرجت أجوبة الضيف. تفضل. حي الله أبو سعود الغالي. سيد درغام، سيد درغام تسمعني؟ سيد درغام، السؤال آخر شيء صوتك عم يقطش. أنا حنظم. أنا نعم نقل لك قاعد آخر كلامك. راح أعطيك. نقل لك نعم. الأخ محمود أن السلف ما كانوا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيفية، وأنت تفوض المعنى. سألك سؤال الآن. نعم. لو كان الله يريد أن ينفي صفة اليدين التي ليست كأيدينا، ماذا كان يريد أن يقول في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ بتجاوب أنت. اثنين، سألك السؤال الثاني، كونك صوفي أشعري مفوضي، ما هي أقسام التوحيد عندك كصوفي أشعري مفوض؟ تفضل، المداخلة إليك. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الأخ هون نرجع إلى كتاب ابن تيمية الفتوى الحموية، تمام؟ هي من المكتبة الشاملة. شو قال؟ روى البيهقي، شوف، في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعين متوافرون على أن الله تعالى، تمام، ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت بالسنة من الصفات، فقد حقى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي، تمام، إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق عرشه بصفاته السمعية. وروي أبو بكر الخلال في كتابه عن الأوزاعي سئل مكحول، تمام، راح النت، سئل مكحول ديو. طيب، سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث التي فقال أمروها كما جاءت. وهون بعد منا ذكر الأثر وقال إنه هدول السلف كانوا أمروها كما جاءت بلا كيف، واللا هنا النافية للجنس، يعني لا يوجد كيف أصلا فلا يجوز أن تخوضوا فيها. وأنا ذكرت له الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا نخوض فيها. اثنين، هون رح نجي إلى حديث آخر. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر هذا بآية وهذا ينزع بآية، هذا عم يقول يد، هذا عم يقول حقيقية، هذا عم يقول كذا وهذا عم يقول كذا. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقالوا يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ ترجعون بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وشو قال لهم هون كمان في رواية؟ انظروا اللهم صل على سيدنا محمد، انظروا الذي أمرتم به فأطيعوه
والذي نهيتم عنه فاجتنبوه. تمام. وفي رواية ما تشابه عليكم فكلوه إلى عالمه. طيب، وكمان هون شو قال لك؟ قال لك أبهذا أمرتم لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا كلام النبي أمرني بذلك، إسناده حسن. تمام. الألباني في تخريج كتاب السنة. الآن يا أخوان، أنا هذا ما عندي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهون نحن رح نقول أنه نمرها كما جاءت بلا كيف. بعدين الإمام مالك قال والكيف غير معقول، والكيف عنه مرفوع في رواية، يعني ما في كيف أصلا. طيب أنا إذا سألتك سؤال شو هو الكيف؟ تمام، شو هو الكيف؟ أنا هذا سؤالي بسيط جدا، شو هو الكيف؟ طيب. عندك؟ تفضل. انتهى الوقت، كان 5 دقائق. نعم، بس يا ريت تجاوبني على هذا السؤال، شو معنات الكيف عندك حتى نعرف شو عم نخوض في ذات الله. بس انتهى الوقت، انتهى الوقت أستاذي. تفضل. واحدة محمود قبل ما تبدأ. سيد درغام، في السؤال الثاني ما جاوبت عليه، ما هي أقسام التوحيد عندك كصوفي وأشعري؟ يا سيدي ما عندنا نحن تقسيم للتوحيد، نحن التوحيد واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عندنا تقسيم. جميل جدا. طيب، بسم الله. إخواني الأعزاء، بارك الله فيكم. أنا سألت سؤال قلت له لو أن الله عز وجل أراد أن ينفي عن نفسه اليد ما أجاب. يأتي الضيف ويقول بأنه لا وجب. لا ثواني ضيفنا، لا تقاطع، الله يجزيك الجنة. الضيف ما زال يتحدث عن الكيف وهو لا يعلم أنه مفوض. الطامة الكبرى يا أخواني الأعزاء أنه ما يعلم ما معنى الكيف وما معنى التفويض. نحن أهل السنة والجماعة لا نكيف. التكييف هو وقوع الشيء في الإثبات، أي أني أقول أنا كيفية هذه اليد هي كيد جبريل أو كيد الإنسان، أي تخيلها وتصورها وإثبات شيء في عقلك لإثبات هذا الشيء. أنت يا مولانا العزيز أنت مفوض، أنت لا تعلم إذا كانت يد أو قدرة، أنت تركت معناها لله. فأنا الآن سؤالي إليك من أول البداية، أنت تقول أنني لا أخوض في هذا الأمر. طب لو أن الله أراد أن لا يثبت لنفسه اليد، لماذا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا أستاذ العزيز، بالله عليك، أنا لا أحب دائما الذي ينقل النصوص أن يبتر هذه النصوص. أرجوك للمرة 20,000. أستاذ العزيز هنا يقول أمروها كما جاءت. تمام، ننزل إلى هنا، هذا قولك يا أستاذ العزيز. تمام، في أن أهل الحديث متفقين على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل. كيف يعني تمر كما جاءت؟ أنا أقول، لحظة شوي حتى نوضح للمشاهد بأبسط فقرة لدينا. طيب معك أنا. طيب الوقت عندي ثواني، لا ثواني أستاذي، ثواني، الله يجزيك الجنة، الله يجزيك الخير، لأنه كنت عم جيب قلم ومعك على السمع من بعيد أنا يعني. الله يجزيك الخير يا شيخ رحال. طيب رفع الله قدرك. أبو عمر ركز معاي. إخواني، قال أمروها كما جاءت. الضيف الذي معانا الآن هو مفوض يترك أمرها لله. نحن الآن أهل السنة والجماعة ما هو اعتقادنا بأمروها كما جاءت؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أنا الآن أمررتها كما جاءت. إيش يعني بيدي؟ أي يد الله عز وجل. الآن ما هو الكيف؟ لا أقول أنا يد الله كيد أبو عمر الشامي، لا أقول يد الله هنا كيد جبريل، لا أقول يد الله هنا كيد العصفور، لا أقول يد الله هنا كيد شجرة الزيتون. هنا هذا هو الوقوع في الكيف، هذا هو الوقوع في الكيف. طيب نأتي إلى قول الآخر. إخواني، قال الأوزاعي، نقل من الأوزاعي، سئل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث فقال أمراها على ما جاءت، ونحن مررناها على ما جاءت. 2، سألت الأوزاعي ومالكا وسفيان وليثا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والقرآن فقالوا أمروها بلا كيف، ونحن مررناها بلا كيف يا أستاذي، فلا تعيد وتقول لي أمروها بلا كيف.
أنت مفوض يا مولانا، لست مؤول. افهم يا أكمل أستاذ. كلام، أكمل كلام. نعم أكمل راح كلام، أكمل. أمروها بلا أي كيف. بإثبات المعنى الظاهر وتفويض الكيف. الآن الله أكبر. نحن أثبتنا أن لله يد لأن المعنى الظاهر هي يد. وتفويض الكيف، إيش تفويض الكيف؟ أنا لا أقول بأن الله يده كيد أبو عمر، ما هذا جالس أحكي فيه. فيا أستاذ درغام الله يجزيك الجنة، أنت رجل ليس بمؤول حتى تخوض معي في الكيف، أنت رجل مفوض. الآن سؤالي إلك، أنت تقول لا هي يد ولا هي قدرة ولا هي اجتهاد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أستاذي، الآن زعمت طبعا الأشاعرة والصوفية أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله هؤلاء من الأشاعرة. طب بماذا في كيفية استدلالهم على أقسام التوحيد؟ من أين أتوا بها؟ أنت صوفي الآن وتقول بأنه والله مولانا أنا ما عندي أقسام للتوحيد. شلون؟ ثلاث الأصابع، حديث الأصابع اللي بابن عباس، مش فاهم يعني لما تظل. هاي المداخلة الرابعة يا مولانا. سؤالي إلك الله يجزيك الجنة، ركز على سؤالي. الآن أنت طلبت مني أول شيء الكيف، قلت لك الكيفية وشرحت لك ما هو الكيف. اثنين يا عزيزي الله يجزيك الجنة، أنت رجل مؤول، مفوض ليس مؤول، حتى ندخل معك في سياق البحث في التكييف. هل هي يد حقيقية أم ليست يد حقيقية؟ أنت مؤول. التأويل هو هل هي معنى قدرة أم معنى يد؟ سؤالي إلك، لو أن الله عز وجل لا يريد أن يثبت لنفسه اليد ماذا كان قال؟ اثنين، أنا لا أريد أن أتطرق إلى تفسير أهل السنة والجماعة، أنا حروح معك إلى اللغة العربية. الآن اللغة العربية تقول اليد لها معنيان لا ثالث لهما، إما القدرة والقوة وإما اليد وهي اليد. فما هو الحكم الذي بيني وبينك؟ ثلاث، رد لي على الأصابع. كلمة الأصمع. طيب الوقت يا أخوان، الوقت يا أستاذي والله ضايل 30 ثانية، أنا ما أظلمك بالوقت. عيد البث عندك وشوف، إذا أنا ظلمتك بالوقت قل الرجل طيب. كاذب، افضحك. توكل على الله، توكل على الله. الآن كلمة الأصابع يا إخوان الأعزاء في معجم لسان العرب وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بها لا تفويض ولا تأويل، فأين نذهب بها؟ الله يجزيك الجنة يا أستاذي، أرجو من حضرتك ومن حضرة الشيخ أبو عمر الشامي رجعني للالتزام والأجوبة على الأسئلة. لا تقول لي أنا ما أجاوب أو ما عندي. أنت ابن حجر العسقلاني تدعي أنه أشعري وصوفي، شلون استدل على أقسام التوحيد؟ أبو عمر بالله عليك تدخل يا أبو عمر، تفضل. طيب درغام، نرجو الإجابة على أسئلة الشيخ قائدنا، نرجو الإجابة. هذا تقول له نحن ما عندنا أقسام التوحيد ما يمشي الحال. نعم، يعني شو ابتدع لك أقسام يعني التوحيد؟ لو سألك إنسان أستاذ، نعم، لو سألك إنسان أنتم موحدون لله، نعم، ما هو أنواع التوحيد لكم لله؟ كيف توحدون الله؟ طيب. في العبادة، في الربوبية، في الألوهية، في أسماء الله، في صفات الله، في دعاء الله، في ماذا؟ يجب أن تجاوبه. لو واحد بالطريق سألك بتجاوبه. طيب. أما طيب. تقول له ما عندنا أقسام التوحيد وعندنا توحيد. هل قال بها الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رح أسألكم سؤال، هل الله واحد في أسمائه وصفاته أم لا؟ يعني ابن حجر العسقلاني في النار؟ وقتي يا سيدي دقيقة. لا أستاذ دقيقة. لحظة دقيقة. أنا ضيفنا ما هو عشان هو سؤالي، أنت لا تسألني بسؤالي. هل ابن حجر العسقلاني في النار؟ نعم أم لا أمام المشاهدين؟ يا سيدي أنا عم بحكي عن التقسيم البدعي، تمام؟ الآن ابن حجر العسقلاني كان بدعي في هذا التقسيم؟ وين تقسيم؟ جيب لي تقسيم ابن حجر العسقلاني. يلا الآن أطلع لك إياه، جاوب على أسئلتي بوقتك. دقيقة دقيقة. بوقتك محمود بتطالع له تقسيم ابن طيب حجر العسقلاني. ممكن يا درغام يا اخوان درغام يتكلم الان. يلا تفضل دورك. بعد اذنكم. طيب اولا الاخ سالناه عن الكيف لانه هو قال يثبت الكيف، تمام؟ طب سالناه ما هو الكيف لم يجيب. هذا تناقض عجيب يعني، وانت عم تخوض في ذات الله، الشغله مو لعبه يعني. طيب تمام، يعني من قال بهذا الكلام؟ هل قال به النبي اننا نحن نثبت الكيف ثم نفوضه ام الصحابه؟ كلام النبي واضح يا اخوان. وهي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جلست عن عبد الله بن عمر، جلست في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ما جلست قبله ولا بعده أغبط عندي منه. خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وإناس عند حجرته يتجادلون بالقرآن، فخرج من البيت كأنما رضح في وجهه حب الرمان، احمر وشه النبي، وكأنما يقطر من وجهه الدم
يعني حسوا انه الدم رح يطلع، قد ما عصب النبي. قال يا قوم أبهذا أمرتم تجادلون بالقرآن بعضه ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإن كان متشابها فآمنوا به. أنا الآن رح أشوف هون الحكي تبعه إنه بيقول لك هدول آيات محكمات. أنت عندك آيات الصفات كلها محكمة، مزبوط لما لا يا سيد؟ مزبوط لما لا يا شيخ بوقتي معلش؟ كلها متشابهة، كلها محكمة؟ ليست الجميع. ليست الجميع. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أولا نحن بنرجع للموضوع، أنا لي غايب هالأمر اللي سألتك إياه. نرجع للموضوع، نفي الكيف ليس يعني إنه نفي ما أثبت الله لذاته. نحن ننفي الكيف كما قالوا، تمام يا أخي؟ وبعدين اليد ليس لها 3 معاني، اليد لها أكثر من 20 معنى، من 16 معنى. يعني أنت تثبت الكيف لكن تفوضها، فما هو الكيف الذي تفوضه؟ شو عم تفوض؟ وين الكيف اللي عم تفوضه؟ تمام. ونفي العلم لا يعني نفي الوجود. نحن ننفي الكيف لأنه ليش؟ بالله النافية للجنس، يعني لا يوجد كيف أصلا. مشان هيك الإمام مالك قال والكيف غير معقول، وفي رواية الكيف مرفوع، وهذا كلام الآئمة. وهون القاعدة يعني الجميلة الآن اللي سمعناها من الشيخ أبو عمر، نفي العلم لا يعني نفي الوجود. وهون عنا نحن نثبت أن لله يد كما أخبر ونمر المعنى كما قال الإمام مالك، عفوا الإمام الشافعي، أمروها كما جاءت بلا كيف. والنبي هون قال لك المتشابه آمنوا فيه، لا تكذبوا كلام الله يضرب بعضه بعضا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. وهون لا ليكذبوا بعضه بعضا، انظروا ما أمرتم به فاعملوا به وما نهيتم عنه فاجتنبوا. بس بالحلال والحرام هي الأمور لا تخوض فيها. أنا السؤال اللي سألتك يعني ما جاوبتني، ما معنى الكيف؟ تمام. وأنت تثبت الكيف، يعني شو هو الكيف؟ وبعدين ما هو ظاهرها؟ عم تقول على ظاهرها، شو معنى ظاهرها؟ أعطيني معنى ظاهرها. تقول يد الله بلا كيف، طب أنت معناتها في كيف هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن ننفي الكيف أصلا، ننفيه، يعني اللا النافية للجنس. بعدين أنا رح أسألك، هذا سؤالي الوحيد بعد سؤال، يعني ما معنى الكيف عندك؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهه. تمام. فهل هذه الآية محكمة أم متشابهة عندك؟ بوقتي محكمة أم متشابهة يا سيدي؟ تفضل يا شيخ قائد. سيدي الكريم تسمعني؟ لا محكمة. طيب طالما محكمة معناتها اليد ستهلك، والإصبع سيهلك، والساق ستهلك، وكل شيء سيهلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما عندك تأويل. أنت لا تؤول، تمرها كما جاء، تأخذ بها على الظاهر. الوقت اشرح لي اياها هي الآية بالله، شلون طيب رح تساويها؟ معلش طالما انه محكمة. تفضل. الوقت. طيب اولا يا استاذ عزيز محمود يا محمود، قبل ما هي استاذ درغام، انت جلبت لنا حديث حب الرمان. يا رجل عم تضحك علينا. هذا حديث حب الرمان كانوا يتنازعون في القدر وليس بالاسماء والصفات. خليني انت الان حوارك مع الشيخ، خليها ابو عمر تطلعها بالله عليك ثواني يا ابو عمر. وما تشابه منه، شو معناته ما تشابه؟ ضيفنا رجاء تشابه في روايه بالقدر. لا انا عم رد على ابو عمر لانه حجي ما لك خلص ما لك. تفضل. تمام. تفضل. اول شيء اخواني الاعزاء، الله يجزيكم الجنه، احنا موضوعنا في الاسماء والصفات، ليس موضوعنا في القدر. فهو أراد أن يدخل المواضيع بعضها مع بعض حتى يأتي ويقول تؤمن بالمتشابهات. أنا ما قلت أنني لا أؤمن بالمتشابهات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سؤالي لك يا أستاذ درغام، أنا من وقتي مثل ما أنت سألتني، كل شيء إن هالك إلا وجهه، هل يد الله شيء؟ الله وصف نفسه أنه شيء يا سيدي. الله وصف نفسه أنه شيء. على قدر السؤال. أنا لا شوف لا تلف وتدور أستاذي. نعم. شوف أنت سألتني سؤال. إيه طيب سؤالك غلط، لأنه أنا بدي جاوبتني جاوب. هل قدرة الله شيء؟ سؤالك غلط أصلا. شوف سؤالك غلط. هل قدرة الله شيء؟ أولا الله واحد في أسمائه وصفاته. تمام. هل قدرة الله شيء؟ لا ما عندي علم، لأنه الله واحد. أصلا سؤالك غلط، ما في سؤال كيف تقول؟ خلص جميل جدا، شكرا جزيلا. لا يعلم الضيف، لا يعلم. ليس كمثله شيء.
ليس كمثله شيء. احترمك لانه ما بيصير خوض فيها، بس مشان انهي هالجدال لانه ما عم تضل خليني اجاوب. خلص الله يجزيك الجنه، الله يجزيك الجنه. شوفوا يا اخوان، انا سالته عن صفه من صفات الله وهي الكرم، نط وقال ليس كمثله شيء. انا ما اسال عن صفه ذاتيه حتى يقول لي ليس كمثله شيء. انا سالته هل كرم الله شيء؟ انعجق الضيف، انعجق. كبروا يا اخوان. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا جالس انت تسال يا استاذ ضرغام، انا لا اجيب، فلذلك انا من بعد هذه المداخله اطرح انت اسئلتك وانا اجيب على اسئلتك، وباذن الله انا ما اسالك اي سؤال لانك لم تجيب على اي سؤال. ما زال سؤالي قائم. ان اراد الله عز وجل ان ينفي عن نفسه هذه الصفه، ماذا كان قال في القران؟ انت تقول لي في 32 معنى، اخرج لنا المعاني يا استاذ، ما هذا الحوار؟ اثنين، حديث ابن عباس ماذا تؤول انت؟ اعطني تاويل الاصابع. انت مره تكون مفوض، مره تكون مؤول. انت مره تكون مفوض، مره تكون مؤول. يعني بالله عليك اسري لك على بر. انت الان تؤول هذا المعنى. انت تقول اليد لها 32 معنى، انا تركتها لله. خلي الله يختار من ال 32 معنى وهو يحط اللي بده اياه. هاي هي عقيدتك. انا افهمك عقيدتك، اعلمك عقيدتك. عيب والله يا استاذ، عيب ترجع تقول لي انا اؤولها. تؤول ماذا؟ انت مفوض ليس مؤول. ركز يا استاذ الله يجزيك الجنه. انت مؤول ام مفوض؟ انت مؤول، فلا تخد في التفويض، لا تخد في التفويض. طيب الله المستعان، الله المستعان، بس الله المستعان. اخوان رجع اعاد من جديد وقال ما هو الكيف؟ لماذا تؤول الكيف؟ يا رجل انا اعطيتك من نفس الكتاب اللي انت تفضلت به، اعطيتك اقوال العلماء، تمام؟ اعطيتك اقوال العلماء. الامرار، شوف هيو ترجم لك اياها ان شاء الله انك انت الان تستوعب، ما ترجع لنفس النقطه استاذي. الامرار اي ما جاء عن الله وثبت عن رسول الله نصدق به. الله قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، انا صدقت. نثبته، نقر انه حق، اثبتت اليد لله. الان انت خلافك بالكيف. انظر ماذا يقول بالكيف، وهي تقرير لقاعدة الإقرار والإمرار، وهي قاعدة احتياطية. فحينما قلنا كالإقرار والإمرار فلا يعني ذلك عدم الإثبات. هنا يقول من غير تعرض لتأويله. التأويل وهو خروج عن الإثبات في حقائق ألفاظ أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى معاني محتملة. هذا من نفس الكتاب اللي أنت كنت تقرأ منه يا أستاذي، لكن أنت اقتصصت منه، اللي هو الأوزاعي، وليد بن مسلم، وأئمة مصر ومدري مين، وبلشت تتكلم. التكييف هنا أنا أقول أنني أثبت الصفة، يعني الله المستعان. خليك معي، أنا بدي أسألك من وقت يا أستاذي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بإيش يا أستاذ ضرغام؟ أستاذ ضرغام أجبني من وقتي. بيدي. أحسنت، بارك الله فيك. الآن أنا لما أمرها كما جاء. بس ممكن تقول لي هذا الكتاب اللي عم تقرأ منه، قلت لي أنا اقتصصت منه، من أنه كتاب عم تقرأ؟ أرجينا إياه. ثواني بس، خليني بس نفس أرجيني الكتاب اللي أنت أخرجته المكتب الشامل. أرجيني إياه، أرجيني إياه، ليش غيرته؟ ما غيرتوش، هيو غيرته. وين غيرته؟ أرجيني بالله فوق العنوان على اليمين. هي المكتب الشامل يا أستاذي، هي فوق على اليمين بتكون ملتقى أهل الحديث، تمام؟ هذا مو كتاب الفتوى الحموية. يلا انت مو كتاب الفتوى الحمويه، هذا مو كتاب الفتوى الحمويه. طيب الان انت لما شوف الكتاب، حجيك الكتاب دقيقه. مش بدوري استاذي مش بدوري، الله يجزيك الجنه، مش بدورك. اخواني راح نرجع الان التسجيل، الله يجزيكم الجنه. هو ماذا قال؟ قال الاوزعي سئل مكحول والزهري عن تفسير هذه الاحاديث، تمام؟ فقال امرها على ما جاءت. هذا موجود عندك يا أستاذي؟ أنت قرأته أمام المشاهدين أم أنا دلست من عقلي؟ قرأته أنت أم أنا دلسته من كيسي؟ جاوبني. أنت تأتي بكتاب ثاني، أنا عم يا ضيفنا المكرم، ضيفنا دقيقة أنت عم تقرأ من كتاب غير كتاب، وقلت لي اقتطعت من الكتاب. أصلا الكتاب ليس هو أصلا. بالله عليك محمود ضرغام درجة يا حبيبي. طيب راح افتح لك كتاب الحموية. كتاب الفتوى الحموية، أي جزء وأي صفحة ضرغام؟
الآن راح أفتحه أنا مثل ما هو، بس خليه يجاوبني على هاي الفتوى النقطة. الحموية ما له جزء يا سيدي، الصفحة 300 يا سيدي. طيب قال تمام. يا إبليس هو عم يقرأ من كتاب شرح يا شرح أستاذي حبيبي الله يجزيك الجنة يا ضيفنا، أنت قاعد تاخذ من وقتي، أنت جالس تاخذ من وقتي. الآن هو سألني وعم جيبه. طيب تفضل أكمل. يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، صح؟ نعم. هذه كلمة بيدي ما معناها؟ لا أمرها كما جاءت، كما أمرني النبي والله طيب والشافعي والأوزاعي وابن طيب. تيمية. يا حول ولا قوة إلا رجع يقول لي الأوزاعي، يا رجل ما هو الأوزاعي هيو إن شاء الله أجيب لك إياه من جروب مطلقات. هيو الأوزاعي ماذا قال؟ سئل مكحول والزهري عن تفسير فقال أمروها على ما جاءت. إيش تفسير أمروها على ما جاءت؟ ايش تفسير محمود يا عمر اشرح له شو معناتها امروها كما جاءت. هذا مو مركز. يلا هذا ما له مركز. اعطوني المجال، اعطوني المجال. قائد اعطيني المجال. خليه يفهمك ابو عمر، خليه يفهمك ابو عمر. عم اقول لك اعطيني المجال، عم اقول لك اعطيني مجال. خليه يفهمك، خليه يفهمك شو عم. محمود اكتب كتاب الفتوى الحموية الكبرى، اكتب على جوجل كتاب الفتوى الحموية الكبرى، لا تنفخ. طيب انتهى وقته سيدي ما هي؟ لسه استنى شوي، ما درغم حنحل المشكلة مشان ما تقول غير كتاب. اكتب كتاب الفتوى الحموية أول رابط. المكتبة الشاملة، كتاب الفتوى الحموية الكبرى، المكتبة الشاملة. طلع عندك محمود؟ ثواني هي خليني بس افتح. فوت على الصفحة 300 اللي قرأ منها ضرغام، وتبع 301 و302 واعرض على الشاشة. كتاب الفتوى الحموية الكبرى، المكتبة الشاملة، أول رابط، صفحة 300. لحظة شوي. ايه شو مطلع لي 300. هيا ابو عمر، مش هذا هو كتاب؟ لا شرح الحموية سوري، هذا هو صح. كتاب الحموية، ايه اول واحد. طيب إيه انزل على النص، النص كبيس. طيب. كبيس على النص كبيس. يا عمي ابو عمر اتركه ضرغام يا شيخ. خلي احنا مشكلة ما هي. شو اعطاك الصفحة؟ كبيس على اي رابط. يلا هي بكبس، هي صفحة 300. إيه يلا اقرأ 300 و301 وانت ماشي. اولا والزهري. طيب هاي الصفحة طلعت صح؟ يلا كبر. طيب يلا اعمل ضرغام. والزهري اعمل ميوت وقوي صوتك. تفضل محمود. طيب يقول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. قال الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي سبحان الله نفس الكتاب لكن هو خلص. طيب والأوزاعي والليث بن سعد، تمام. وروى أيضا عن وليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد الأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت، وفي رواية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ضيفنا المكرم يمرها كما جاءت. لا ليه بالصفحة وكمل. قلت لك ليه بالصفحة وكمل بهدوء أو بصوتك. طيب فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربع الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته. الله أكبر. ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة
الأمر بعده سنن الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خلفها. من اهتدى بها فهو مهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولاه وصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا 306 بيعطيك الجواب تبعه. يلا هذا امشي يا ابو عمر، ما هو نفس الكتاب والله يا ابو عمر. 306 هاي صفحه 306. يلا اقرا من الاول. فقول ربيعه اسمع يا ضرغام. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف. الله أكبر. صرنا ساعة ونص نقول لك نفس الكتاب والله يا أبو عمر. أكمل الجملة اللي بعدها واحدة أكمل الجملة اللي بعدها. فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. الله أكبر الله أكبر. إيش اختلف هذا عن الكتاب اللي أنا كنت فاتحه لكن السيد ضرغام يريد أن يتحجج. 2. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول. أتمنى أنها تكون وصلتك للمرة 20,000. ما راح يفهم، هاي مشكلته. هو بيجي بيقول لك أنا مش عارف إيش هو الكيف. أستاذ العزيز لو أراد الله يا سيدي هذا ما نقول به. برافو عليك والله العظيم. هذا معنا يا سيدي. هذا ما هو اليد؟ ما هو تعريف اليد يا سيدي؟ ما هو تعريف اليد؟ ما هو تعريف اليد؟ طيب يا حجي لا تضحك على المشاهد بالله عليك. أنت تقول طيب. أنك تفوض أمرها لله. مش طيب. عارف أنت إذا هي يد ولا قوة. أنت الآن يعني أنت لا تعلم إذا هي يد ولا قوة. هلا وقتي خلصت. شلون تقول أنك أنا هذا اللي أريد أن أنفيه؟ يا أخي تفضل أقسم بالله العظيم أنا لو أعرف أنها هرطقة هيك ما دخلت. يا أخي الكريم فضل. يا أخي الكريم طيب خليني داخل. ممكن آخذ مداخلتي؟ انتهي احكي. طيب أنت تعلم هي يد أم قوة؟ أنت تعلم هي يد أم قوة؟ تعلم؟ دقيقة يا قائد، يعني أنت بتعرف ما هي اليد؟ نعم أعرف اليد لأنه اليد. هل تعرف ما هي اليد أنت؟ يا حجي أنا بجالس أفهمك لكن أنت عقلك مش معك. كيف أصابع بدون يد؟ أصابع على القوة. الله أكبر على التأويل. شوفوا يا أخوان انظروا إلى ضرغام، حديث ابن عباس الذي أكد الأصابع. طيب. بقول لك أصابع على طيب قوة. ممكن تسمحوا لنا؟ أنا تركتكم لأنكم أنتم عم تحكوا لصالحي. جزاه الله خير أبو عمر، يعني مع أنه ما بيجوز يتداخل ولكن تركته لأنه أتى بكلام معنى. الحمد لله جزاه الله كل خير. ضرغام حبيبي ضرغام. طيب. نقطة نظام من رخصتك أبوني عليك أنا حبيبي. تفضل. الآن بما أنك استشهدت بكتاب اسمه كتاب الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية، الآن رح ناخذ من وقتك دقيقة ويقرأ هالصفحة ونسكت وانت بتتكلم. محمود النجار افتح على 307 واقرأ بهدوء حتى يعلم أنه استشهد بكتاب أخطأ في الاستشهاد بهذا الكتاب. اقرأ لنا يا محمود صفحة 307. والله قرأتها قبل شوية أبو عمر. يلا. لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر طيب. لما قالوا بلا كيف. هلا يا أخوان هي محاضرة أم خلي والله أبو عمر. لا ضرغام أخذت إذنك أنا. ضرغام أخذت إذنك لح يقرأ لح يعطيك وحدة. هو عم يعطينا يعني. لا يا أبو عمر حتى مو عم يعطيني ما أريد أنا، يعني عم يزيد تأكيد. طيب هلا أنت اللي حتساعدك. راح يقرأ لك معنى قول الأئمة أمروها كما جاءت، لأنه الخلاف بينك وبينها ما بمعنى قول الأئمة أمروها كما جاءت. تفضل يا محمود 307 اقرأ لنا بهدوء معنى قول الأئمة أمروها كما جاءت. طيب. لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. الله أكبر. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. الله أكبر. كبروا يا إخوان. يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. يا رجل هذا التفويض.
يا زلمه هذا والله العظيم اقسم بالله العظيم استاذي. خليه يكمل درغام حبيبي، خليه يكمل. كمل محمود، خليه يكمل درغام. فإنها جاءت. طيب فإنها طيب تفضل اكمل لا ها. فإنها جزاك الله خير، عم تناظر عني يعني. تفضل. فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني أنت مش عارف معناها يا رجل. أقسم بالله العلي العظيم أنت رجل لست أهلا للحوار. كمل محمود. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروها ألفاظا مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. طيب. أو أمروها. يلا برافو. يا رجل والله العظيم هذا بده خلص خليه يدخل مداخلته يا زلمه، يا بده يهرطق طول الوقت. تفضل. والله ما حكيت شيء، والله ما حكيت شيء. طيب انتهيت لانه انت ما شاء الله كمل يعني سبحان الله يعني. طيب درغام حبيبي كمل مداخلتك. طيب 3 دقائق 4 دقائق اكمل. اولا يا اخوان، اولا انا عم بتركه يعني جزاه الله كل خير انه عم ياتينا بشيء يعني عم يثبت كلامنا الحمد لله. يعني قالوا تمام يعني ما حدا بخوض فيها تمام. يعني لا حول لا ننظر في خلفها. يعني خلص قال ابن عمر بن عبد العزيز عندما نقل كلامه في الفتوى قال لا ننظر في من خلفها، خلص نمرها كما جاءت. هو ما أتى به هو التفويض بعينه وما نحن عليه تمام. وسألته عدة أسئلة يعني ما معنى الكيف عندك؟ أنت تقول يوجد كيف، ما معنى الكيف؟ وبرجع بقول لك يا أخي والله اللغة مفهومة. الله هي النافية للجنس تمام. الله النافية للجنس. وأنا جبت لك كلام الأئمة من كلام ابن تيمية قال تمام إنه اللهم صل على سيدنا محمد. الأئمة الأربعة اللي هن السلف وهم أكبر العلماء قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. بعدين شو أنت جبت الآن أن الكيف غير معقول؟ شلون عم تقول لي أنا في باخذ بالكيف بعرف معنى الكيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تثبت الكيف؟ أصلا ما في كيف، غير معقول، حالة معروفة. وفي رواية مرفوع يعني لا يوجد كيف أصلا، لا النافية للجنس. والله كلام واضح ولغة عربية واضحة وكلام ابن تيمية اللي أنت أكملته قرأته يعني جزاك الله خيرا. يعني بالعكس أنت يعني اللهم صل على سيدنا محمد. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول. طبعا كلنا بنعرف أن الرحمن على العرش استوى وهذا ما نقر به. شو قال؟ والكيف غير معقول يعني لا تدركه بعقلك. أمروها كما جاءت بلا كيف. فإنما نفوا علم الكيف. نفوا، شوف أكد معي، نفوا علم الكيف ولم ينفوا حقيقة الصفة. نحن نثبت أن لله يد ونثبت أن لله أن الله مستو على عرشه تمام. ولكن نحن كما قلنا هون قال لك بالأول شو قال لك؟ قال لك نفوا علم الكيفية. ما في كيف أصلا، ما في علم هون. لا يقاس الخلق على الخالق ولا تضربوا لله الأمثال سبحانه وتعالى. بعدين في الفتوى الحموية هون قال كلام ابن تيمية كلام جميل جدا. قال لا يشبه بالآخرة. يعني حتى الفواكه اللي في الآخرة فقط مشتركة بالاسم. هي أمور دنيوية أمور خلقية هي فقط مشتركة بالاسم وليست مشتركة بالمعاني. ليست مشتركة. هذا على الجنة وعلى الآخرة على أمور حسية. فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. هذا في الفتوى الحموية. أنا يعني سبحان الله تركتك تتكلم لأنك عم تثبت كلامي جزاك الله كل خير. وأنا برجع بقول لك ما هو الكيف اللي أنت عم تقول إنه يوجد كيف؟ وينه؟ نحن لا يوجد عندنا كيف أصلا مثل ما قالوا هن أثبتوا بلا كيف. برجع بأكد عليك أمروها كما جاءت بلا كيف أي النافية للجنس تمام يا أخي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعدين حديث اللي قلت لي أنت إنه أنا نزل بالقدر. لا يا حبيبي ليكو قال ليكو الحديث تمام. كنا نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية تمام. قال لا ترجعوا بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عم في حديث انه يتنازعون القدر. في حديث ثاني ما كانوا عم يتنازعوا بالقدر. قال هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. وفي رواية ألم يقل الله كذا ألم يقل الله كذا تمام. هذا دليل صريح النبي أنه ما تشابه عليكم
فأمروه. هذا كمان نقله ابن تيمية، انه اللي بتشابه عليك بالقرآن فأمره. بنرجع نحن للأسئلة يلي ما أجبت عليها. أولا عن الكيف عندما سألناك، اثنين عن الآية اللي قلت انه محكمة، تمام، لحتى نبين شلون انتم بتصطمتوا من القرآن. لما قلت محكمة فسألتك عن أنها محكمة، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء سيهلك، حتى الإصبع، حتى اليد، حتى اللهم صل على سيدنا محمد، ولن يبقى إلا الوجه. كيف هذا؟ كلام صريح. إذا بدي أخذها على ظاهرها هذا معناها فقط. تقول لي شو معنى اليد؟ هل هي شيء هي غير شيء؟ أنا عم قيس بمقياسك يا سيدي، أنا ما عم بحكي بكلامي، عم قيس بمقياسك. عندك أنها محكمة وتأخذها على ظاهرها، وظاهرها هكذا. أنا ما خصني باليد، أنا عم قيس بمقياسك. تفضل أخي، أنا انتهيت. نقطة الله المصلحة، الله المستعان. محمود، نقطة نظام. بس السؤال كمان في سؤال، أين قال الله أن لذاته كيف؟ هذا السؤال اللي كنت مسجله ونسيته. أين قال؟ أيضا صاروا 3 أسئلة ولم يجبني عن أي سؤال، وأرجو أن لا يتهجم علي الشخص ويطول باله. نحن هون والله لحتى يعني نفيد بعض إن شاء الله. درغة، نقطة نظام بينك وبين محمود. عرفت أسئلتي؟ عرفت أسئلتي يا قائد؟ ايه هلا بيجيبك. عرفت أسئلته شيخ؟ عرفت. محمود أحسن. محمود، درغة، البحث اللي عم يبحث فيه معك القائد، وهو عندما قال مثلا الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أنت تؤمن أن الله استوى على العرش بلا معنى، ما تعلم لا أنت ولا الصحابة ولا أهل البيت ولا الرسول ولا أحد من المخلوقات ما معنى استوى. فسؤال القائد لك اللي ما عم تقدر تجاوب عليه، وهو لماذا الله سبحانه وتعالى في رسالته التي أرسلها إلى نبيه محمد وبلغنا إياها محمد، لماذا الله وضع لنا كلمات في القرآن لا أحد يعلم معناها إلا الله؟ ما الاستفادة من هذه الكلمات التي وضعها الله لنا في القرآن لا أحد يعلم معناها، كالوجه والأصابع في السنة والقدمين في السنة بالبخاري، والوجه والعينين والسمع والبصر والقدرة والعلم والحياة وإلى آخره. كل الصفات لله. ما الدافع لأن يبعثها الله لنا ولا أحد يعلم معناها؟ كيف سنفهم نحن رسالة الله وهناك كلمات لا أحد يعلم معناها؟ تقدر تجاوبوا على هالسؤال، وهو لماذا الله أنزل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كلمات لا أحد يعلم معناها ورسول الله لا يعلم معناها؟ تفضل يا. راح أعطيك مداخلة القائد، أنا راح أعطيك مداخلة القائد إلك، أنا هبة مني إلك. تفضل قل للقائد لماذا الله أنزل كلمات في رسالته بالقرآن والسنة النبوية إلى رسول الله ولا أحد يعلم معاني هذه الكلمات، حتى النبي عندك لا يعلم معانيها. تفضل مداخلتك 3 دقائق، جاوب على بطن السؤال. درغام المايك معك، تفضل جاوبوا على سؤاله للقائد لماذا الله أنزل كلمات في رسالته وهي القرآن والسنة النبوية على رسول الله، هذه الكلمات لا أحد يعلم معناها ولا حتى النبي يعلم معناها. ما الفائدة من إنزالها في الرسالة ولا أحد يعلم معناها؟ طيب أنا رح أسألك سؤال أبو عمر، رح أسألك سؤال. هل علم الله أنا لا تسألني معانيها؟ نظام ولك حرف. هل علم معنى اليد وهل علم كيفية اليد وهل علم أنا ما رح معنى الاستواء؟ درغم هل علمها النبي؟ درغم من رخم درغم يا نعم. حبيبي. نعم انت سألتني. أنا رح أسكت.
هذه الكلمات التي طيب. أنزلها الله في القرآن والسنة، ما الفائدة من إنزالها إلى المخلوقين، إلى الناس، ولا أحد طيب. يعلم معناها قبل أن آتيك إن شاء الله أجيبك. أولا الأسئلة لم يجب على ولا سؤال مني. طيب. نعم نعم. نعم. السؤال ما زال قائم من محمود النجار إليك يا ضرغام. سؤال: ما الفائدة من إنزال الله كلمات في القرآن والسنة النبوية لا أحد يعلم معناها، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معناها إلا الله؟ ما الفائدة من إنزالها؟ ألف لام معك المايك جاوبه. أنا بسأله سؤال: ألف لام ميم ليش أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ ممكن تجاوبني؟ لماذا أنزل الله ألف لام ميم؟ ممكن تقول لي السبب؟ واحدة. جاوبوا على سؤال. من وقتي يا قائد. لا جاوبوا. الصوت عم يقطش عندي فقط لما عندكم بس يا اخوان، الصوت عم يقطش عندي لما عندكم. عندك بس. انا بوعدك اذا جاوبت على سؤاله ما الفائدة من انزال كلمات لا احد يعلم معناها الا الله ولا حتى النبي، وانا اذا ما جاوبك على ألف لام ميم محمود النجار أنا سأخفي المناظرة ولك. أنت انتصرت وأنت ومذهبك. طيب. جاوبوا أول. قال لك رب العالمين بالآية: وما يعلم تأويله إلا الله. أنا بس رح جاوب بهالكلام، ما رح أزيد على هالشيء. وما يعلم تأويله إلا الله. تمام أخي؟ بظن لهون كفاية. ورب العالمين يعني ليش نزل ألف لام ميم؟ وقال لك يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني عجزك عن الإدراك إدراك. لما أنت بتعرف أنه أنت مخك محدود، لحتى يعلمك أنه مخك محدود، لا تعرف كل شيء. هذه الأمور أنت لا تحيط بها. تمام؟ يا أستاذ ضرغام، والله يا أخي والله العظيم هذا والراسخون بالعلم شو قال؟ يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تمام؟ يعني الراسخون يعني انت الان استثنيت الان الراسخون في ما استثنيت. لا شوف بيقولوا آمنا، مو بيقولوا علمنا، يقولون آمنا لأنه وصلت المعلومة. طيب وله كيف طيب يؤمن بشيء هو مش واصل. شو معنات لا يعلم تأويله إلا الله؟ والله العظيم. شو معنات يا قائد؟ فسر لي لا يعلم تأويله إلا الله. تفضل. أنهيت مداخلتك، أنت أجبت على السؤال خلاص؟ نعم أجبتك. لماذا؟ وأزيدك يعني أيضا: هل علمه النبي؟ إذا علمه النبي هل أكمل الدين لنا؟ طبعا أكمل الدين. رح تقول لي لماذا لم يخبرنا بها وأنت جاي عم تخبرنا بها؟ لماذا ألف لام ميم في القرآن أيضا؟ يعني والله كلامي ما بيضحك والله. لازم ضرغام يا ضرغام. يعني حديث النبي لما قال أن لله صار ما أخبرنا بها. يعني شو هالهرطقة هاي يا أبو عمر؟ شو قال النبي؟ عاد شو قال النبي؟ محمود شو قال النبي؟ الآن 10 أسئلة يا رجل ما جاوبت ولا سؤال. أنت نقطة نظام ضرغام. ما في غير عم تهاجمني وأنا عم أقول لك الله يسامحك. نحن غايتنا نفيد الناس إن شاء الله. ضرغام: ألف لام ميم ليست كلمات وإنما هي أحرف. تلفظ ألف لام ميم. متى كانت الأحرف لها معاني؟ هذا جواب على سؤالك. أما استوى فهي جملة، أما الوجه فهي جملة، الأصابع عفوا كلمة، أما الوجه وإلى آخره من جميع الصفات هي كلمات لها معاني. ألف لام ميم لا معنى لها لأنها من أين هذا الخوض يا سيدي؟ من أين هذا الخوض؟ من أين هذا الخوض؟ من قال مثل كلامه؟ واحدة يا سيدي أبو عمر، واحدة. لأنه ما أحد فسر ألف لام ميم لأنها تلفظ أحرف وليست كلمات. أعطيك مثال: عندما في آية البقرة ألف لام ميم لا تفسير لها لأنها أحرف لا تفسر. يا أبو عمر راح أعطيك. أما في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم قرئت كلمة وليست أحرف، فهذا تفسيرها نستطيع أن نفسر ألم. طيب ما الفائدة من الأحرف؟ ما الفائدة من الأحرف؟ نعطيك لكن جاوبه أنت. طيب
ما هي الفائدة من الأحرف؟ ما هي الفائدة؟ إنزالها؟ يا أبو عمر ما الفائدة من الأحرف؟ تستفاد منك له. والله أجبته عن كل استفساراته، هو لم يجب عنه ولا سؤال. طيب الله المستعان، بقول لك ما طيب. أجاب على أي سؤال. إخواني الأعزاء بارك الله فيكم. الآن أنا سؤالي برجع، وما يعلم تأويله إلا الله، وأنت بدك تعلم تأويله؟ تفضل أخي. أنا من الراسخون في العلم. انتهينا. طيب أول شيء يا إخوان الله يجزيكم بالجنة، لأنه أنت لا تقتص الآية قل لا يعلم تأويله إلا الله، وين راحوا الراسخون بالعلم؟ ضربهم بعرض الجدار. يعني دقيقة، يعني يعلم تأويله، يعلم تأويله الراسخون بالعلم. حجي مش مداخلة، هاي مناظرة أستاذي، مناظرة. ما أعطيتني وقت، أنتوا اللي عم تحكوا، أنا ما حكيت شيء. خذ وقتك لغاية ما تخلص، خذ وقتك لغاية ما تخلص. خليني أخلص بعدين. أنت أسئلتي بسيطة جدا. يعني سألناه أين، يعني ما سبب نزول ألف لام ميم، تمام؟ وسألناه لا يعلم تأويله إلا الله، تمام؟ صار الراسخون بالعلم، صار هو يعلم التأويل تبعهم، يعني صار مؤول يا أخوان، صار مؤول، صار يأول، يعني صار أشعري، تمام؟ طيب، وعندهم هن هذه الآيات هو أصلا طالع مشان يحارب التأويل. فسبحان الله، وسألناه عن معنى الكيف شو هو، لم يجبنا. وسألنا عدة أسئلة يعني إلى الآن يعني أمروها كما جاءت بلا كيف. ما هو الكيف؟ قلنا له الحقيقة، ما هي حقيقة الشيء اللي عم تقول إنه أنت بتعلم إنه اليد لها معنى؟ ما هو المعنى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وجبنا له قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث عن القدر، وجبنا له أنه ليس في درغام خلني شوي كما نقل ابن تيمية. حبيبي لا ثواني، اتركني. وأين ذكر الله الكيف؟ أين ذكر الله الكيف عن ذاته؟ خلص بالوحي. اسمعني عشان لا ترجع تستعيد نفس السؤال، لاني انا اجبتك انا ما هو تعريف الكيف 4 مرات اجبتك عليه. أعيد خلص بس اهدأ، خلص سكر المايك من وقتي. لك يد، تفضل. لك يد؟ نعم لي يد، خلقها الله سبحانه وتعالى، مخلوقة. ما سألتك ما خلقت من خلقها. لك يد؟ لك يد؟ نعم لي يد خلقها الله سبحانه كيفية وتعالى. هاي اليد شو كيفيتها؟ نعم سيدي لي يد يا أخي، والله لي يد. كيفيتها ما هي كيفية يدك؟ كيفيتها يعني شلون الكيفية؟ هي يد جارحة، تمام؟ أيوة يد جارحة. لحم ودم، وأصابع وأظافر، صح؟ تفضل. مزبوط ولا لا؟ نعم. هذا هو الكيف الذي نحن لا نشبهه. لا نقول أن يد الله كيد أبو عمر، ولا يد الله كيد جبريل، ولا يد الله كيد القطة. جاوبناك عن الكيف، إن شاء الله إني ما أرجع مرة 20 مليار أجيب على نفس هذا السؤال اللي أنت طرحته. يعني هاي النقطة الأولى. طيب أين قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ وقتي طلعت والله درغام روي الله يرضى عليك يا أبو عمر. درغام وقته. أولا يا تفضل سيد قائد، آسفين على المقاطعة، تفضل مع أنك أخذت وقتي كله، تفضل. مو مشكلة يا حبيبي للمرة 20 أقول لك ليس كمثله شيء، بمعنى أن يد الله مش مثل يد أبو عمر أو يد القائد أو يد العصفور أو يد الملائكة. هذا يعني ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء يعني قد ما تتفكر بماهية وكيفية هذه اليد لا يخطر في بالك أبدا. ما يخطر في بالك. هذا السؤال الثاني اللي سأله يا أخوان أجبنا عليه. إيش السؤال الثالث؟ في ال40 اللي ضيعتك إياها. مو معك، هو عم يحاكي بياع الحضر. أكمل سيد القائد. معك أنا معه. طيب الآن أستاذ العزيز، هذا قول السلف، ممكن بس تجاوبني على هذه المسألة؟ تفضل. شو هي المسألة؟ إيش يعني أتت ما جاءت ألفاظها دالة على معانيها؟ إيش يعني؟ من قال هذا الكلام سيدي؟ رجع يقول لي من قال هذا الكلام. هذا مش الكتاب اللي انت احتجيت منه. هذا الكلام لمن؟ للنبي؟ هل هذا حديث أم قرآن؟
انت احتجيت بهذا طيب الكتاب. تمام. انت بس احتجيت جيب لي بالغام. السياق من اوله وقل لي من هذا الكلام. هذا ربيعة ومالك، قول ربيعة ومالك. هيو يكمل 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 يكمل. شوف وصل الى انا احتجيت على نقله للسلف يا سيدي. طيب ما هو نقل السلف هذا. هيو وقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول يعني غير أنت معقول وموافق. يعني دال على معانيها، اي انت تعرف المعنى. دال عجوز خالتها. الان جاوبني بس، هذا قول مالك. ايه ولحد الان عم كمل لحد الان انا على ما هو عليه ان شاء الله. ما هي عليه؟ طيب. فإنها جاءت ألفاظ دالة على نعم. المعاني. إيش معنات هذه الكلمة؟ أتيت به والكيف غير معقول. تمام. جاءت أنو ألفاظا. صفحة سيدي حتى أفتحها عندي؟ أنو صفحة؟ أنا أبو طلحة افتح بث يا أبو طلحة. والله العظيم هاي أنا والله أنا للأمانة صدقا للأمانة يا أخوان أنا ندمان. طيب سيدي، لكل لفظ معنى. شوف يا سيدي أنا فهمت عليك. لكل لفظ معنى، ولكن نحن نجهل المعنى ولا نخوض فيه. تمام. ما هو قال لك هنا يا حبيبي أن يقال أمروها ألفاظا. لماذا لم يقل أمروها ألفاظا مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروها ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف؟ يا سيدي الكريم، لكل لفظ معنى. هل أنت معي في ذلك؟ لكل لفظ معنى، أنا ما ولكن نحن نفوض المعنى ولا نخوض فيه ونجهله كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يعلم تأويله إلا الله. تمام يا حبيبي. الآن أتيتك من القرآن يا حبيبي. أنا الآن دوري أنا جاوبت على سؤالين عندك عشان أنا أكمل أجوب على أسئلتك. ما تفتح لي محاضرة مناظرة محمد عزي، أنا منظم بس. سألتك سؤال واضح، قلت لك ما معنى كلمة جاءت ألفاظا. نعم، ما معنى كلمة أمروها؟ جاءت ألفاظا. أكمل ألفاظا. وإذا جاءت ألفاظا يعني تعرف الألفاظ، تعرف معنى الألفاظ. أنت قلنا ما معنى اليد. طيب تفضل، ما هو معنى اليد؟ أحسن، نأتي هنا. ما هو معنى اليد؟ يا نأتي نحن نمر الألفاظ كما جاءت. نعم أكيد لها معاني. تمام. الله يقول عز وجل ولكن لا نعرف المعنى. الله أنت قل لي ما هو المعنى يا سيدي. يا رجل استمع. الله يقول عز أنت حول ولا قوة إلا بالله. استمع طيب. يا رجل. ما معنى اليد يا سيدي؟ طيب أنا رح أسألك سؤال، أنت بتعرف معناها، سلمنا معك جدلا. ما معنى اليد؟ يا ضيفنا، ما أنا بدي أجيبك بس استنى شوي. الله يقول: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآن إذا كانت تعني قدرة، لا يجوز أن يكون لله قدرتين، لأن القدرة الأولى مخلوقة والقدرة الثانية مع الله منذ الأزل. هذا أصبح كفر. اثنين، إذا كانت المعجزة لا يكون لله معجزتين. ثلاث، إذا كانت اللي بدك كرم، لا يجوز أن يكون لله كرمان. طيب ما هو المعنى الظاهر لهذه الآية؟ نأتي باليد أن لله يدين. طابق المفهوم؟ نعم طابق المفهوم. هاي النقطة الثالثة. طيب نبدأ الآن يا أستاذي. أنت تزعم أمام الناس السؤال اللي طلع صوت انبح صوت أبوي وأنا أسأله من أول البث وأنت تقول والله هذول ما جاوبوني. أنت حديث ابن عباس تبع الأصابع ما زلت يا أستاذ العزيز من أول المداخلة إلى الآن أنت ما تطرقت له. اثنين، أنا سألتك يا مولانا العزيز، لو أن الله أراد أن ينفي عن نفسه هذا ما ذكر في القرآن؟ ما بترد أنت يا أستاذ درغام، ما ترد. أنت جالس تتكلم وتسأل. الكيف أجبناك معنى الكيف. أعطيتنا الآية قلنا لك والراسخون في العلم. هل تنكر أن ابن عباس راسخ بالعلم؟ تفضل يا أستاذ درغام. ابن عباس راسخ بالعلم أم ليس راسخ بالعلم؟ طيب ممكن تعطيني وقت من دون مقاطعة؟ دائما عم تقاطعوني. لا ما حدا قاطعك، لا تدلس على الناس. ابن عباس طيب. راسخ بالعلم أم ليس راسخ بالعلم؟ لا ننكر. أنا رح أسألك، خلينا بالموضوع اللي أنت قلته أول شيء. المعنى أنت تقول أنك تعلم معنى اليد، مضبوط لما لا؟ ضيفنا لسه وقتي. أنا بس أنهي بقول لك تفضل وبسكر مايكي وبلتزم الصمت. يا رجل الآن ابن عباس راسخ بالعلم أم ليس راسخ بالعلم؟ قلت لك راسخا بالعلم، من الراسخين بالعلم، من الراسخين جميل. بالعلم. ابن عباس عندما ذكر الأصابع لله، هذه الأصابع ما هي عندك أنت؟ نت الهواء يا سيدي. قلت لك كما قال ابن تيمية، نقل قول السلف. تمام. أمروها كما جاءت بلا كيف، لا نخوض بها. تمام. وعم تسألني عن الكيف، عم تسألني عن المعنى. يا رجل
اذا انت بتعرف المعنى، قلت انهم يعرفون المعنى، تمام، وعم تقول انه انت بتعرف المعنى وانت من الراسخين انا بالعلم، سالتك سؤال فممكن واضح تقولنا معنى يا اليد؟ ضيفنا يا اخي انت ليش بتهرب جالس؟ يا سيدي ليه والله جالس تهرب جاوبتك، انت؟ امرها كما ابن جاءت لا عباس اخوض فيها كما يا امرني النبي، يا زلمه كما هذا قال وين ابن بتجاوب؟ وين تيمية، بتجاوب؟ وين كما بتجاوب؟ يا انت وين سيدي بتجاوب؟ اسمعني انت وين اسمعني لو بتجاوب؟ سمحت، مش هذا انت عم سؤالي، تقاطع هيك، مش انا هذا تركتك لانك سؤالي، كل حكيك مش سيدي. هذا سؤالي استاذي، اسمح لي مش هذا سؤالي مولانا، مش هذا سؤالي. سؤالي ابن عباس راسخ بالعلم. لا تصرخوا. ضيفنا سألتك ابن عباس راسخ بالعلم، قلت لي نعم راسخ بالعلم. ابن عباس لما ذكر الأصابع ما هو تأويلها؟ طيب هذه راسخ الأصابع والله راسخ بالعلم، راسخ هذا بالعلم. تيس، طيب والله العظيم تيس، أقسم بالله يا هل خاض في اعطيه المعنى؟ هل خاض في المعنى؟ اعطيه. صوتي واضح؟ استغفر الله العظيم. طيب انا بنسحب يا اخوان، خلص انا اذا حدا بده يكمل معه هذا خلص ما عم يجاوب على شيء وبدا يسب انسحب. وسالناه اكثر من 10 اسئله يا اخوان. قال البخاري رحمه الله دقيقة في خلق افعال طب العباد، رح يكمل ابو عمر أن عني. الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، فليس هذا لغير الله عز وجل. ابو عمر عندك متابعين شلون فيني يطلعوا؟ وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعيد كما يسمع من قريب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال تعالى فلا تدعوا لله أندادا، فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. فهذا كلام شيخ، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله في عندما أثبت مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقال أن هذا الكلام بصوت، فهذا إثبات معنى الكلام. والكلام يتكون من أمرين يا ضرغام، الكلام يتكون من كلام وأصوات، فنص الإمام البخاري عذرا ألفاظ وأصوات. البخاري رحمه الله تكلم عن الصوت، فالكلام يتكون من أمرين اثنين، لفظ وصوت. يعني أنت تثبت. اسمح لي أستاذ الفاضل. طيب طلعوا والله عم حاول طلعك يا خالد، ما هي. اسمح لي أستاذ الفاضل. عندما تكلم شيخ الإسلام البخاري رحمه الله في هذا المورد وذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة بصوت، أثبت اللفظ والصوت، وهذا فيه إثبات للمعنى الذي تريد رده أنت. فإما أن تكون على نهج صاحب الصحيح وخلق أفعال العباد، وإما أن تقول أنا أبتدئ نهجا من عندي وأعمل به. تمام تفضل. خلق أفعال العباد الصفحة 98 تكلم في الصوت والكلام. الله يجزاك خير شيخ. ما أقدر، أنا فاتح بس وقائد فاتح بس ودرغام فاتح بس، كيف بدي طلعك محمد العزة؟ انصرف. هذا انصرف. الحمد لله. فهذا فيه إثبات المعنى، أسأل الله أن يبارك فيكم. لا شيخنا، شيخ أبو القعقاع، أنا معلش بس اسمح لي بس يا محمود، بس أقول هذا الحديث وأسكر بثي، أنا ما بطل بثي، الله يجزاك الخير، أنا ما أفتح بث دائما. قال النبي صلى الله. ما عندي نت يا أخوان، والله عم حاول، ما عندي نت النوم. طيب اختصمت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النت كان عندي ضعيف جدا يا أخوان، حقكم علي يعني. طب كيف فينا نفوت يا خيي هونيك؟ السلام عليكم حبيبي درغام. طلعنا ما بدك تشتغلي لا نت ولا شيء. اسأله بكل بساطة. في سؤال جاوب عليه، لك بعرف خليك مركز على سؤال واحد. قل له اليد هل هي صفة معنى أو مبنى؟ شوف شلون بتفوتوا بالحيط. أبو محمد ما هو عم يجاوب على الأول الإلزامات اللي سمعني شوي. الله يجزيه الخير أعطونا إياهم. طب سمعني شوي، فينا نحكي يا شباب؟ تفضل مولانا. هو وقع حاله بحاله. هلا حسن النت. هو وقع حاله بحاله. خالد نعم. هو عم بيقول لك فرجاك كل شيء له معنى. لماذا قال أبو عمر أن ألف لام ميم ليس لها معنى؟ هل الله سبحانه وتعالى أنزل شيئا في القرآن ليس له معنى؟ ساويته؟
يعني سبحان الله. تعال ننزل هل عند الله لؤي سبحانه مساوي. وتعالى لك هل هي الله صغيرة، سبحانه هي وتعالى صغيرة. لا لحظة شوي، هل الله سبحانه وتعالى ينزل شيئا ليس له معنى؟ افتح الباب. مليون مصيبة، مليون مصيبة وقع فيها. قل له لفظ اليد هل هو محكم أم متشابه؟ على هالنقطة بده يقول لك هو محكم، قل له ما معناها؟ بيقول لك ظاهر، قل له جارحة، رح يقول لك لا، قل له خلص معناتها مو محكمة. ضربته دغري بحاله. عرفت شلون درغام؟ دغري بس قال لك لا مو جارحة، تمام، معناتها متفقين، ليس محكمة ما هو المعنى. درغام ضربوه معناتها اصلا، انت درغام ضربوه، نعم اصلا درغام ضربوا والله 50 كله نعم بمعية الشباب، الله يجزيكم الخير، الشيخ عصام انخنقوا والشيخ ابو عمر اصلا، والشيخ ابو اصلا كل الباب الوهابيين والشيخ انخنقوا. البحار. ابو يوسف، ابو يوسف، اذا كنت رجال اطلع لا تتفلسف من تحت اذا بتريد يعني. زين سيدي. اطلع اتكلم من فوق كالرجل. بدك وينك؟ بدك بننزل كلياتنا وخليك مع واحد. بدك تضل احمد؟ هو سؤال واحد للي بده بيقول يجي لك. ورطوك، للي بيقول ورطوك تمام، بس سؤال يعني بنسأله إياه. هو في عنا أسئلة كتير ما أجابوش عليها، عند درغام سألوا أسئلة كثيرة جدا ما أجابوا عليها. نسألك أنت، تفضل حضرتك، بدك تطلع زيهم ولا بدك تجاوب؟ السؤال ما هو معنى اليد؟ يعني هو بيقول لدرغام أنت بتقول ربنا نزل لنا إشي ملوش معنى، طيب تفضل حضرتك أنت خبرنا عن معنى اليد. طبعا يا جماعة مش رايح يعطيكم إطلاقا معنى اليد شيخ بحار، كالعادة. عندي اقتراح، شو رايك ننزل كلياتنا وتضل انت وهذا ابو يوسف الحنبلي او هو او اي حدا، بس واحد بواحد. شو رايك يا ابو يوسف؟ قول ايه اطلع يا بنحدد، أبو ما يوسف، في. اطلع يا أبو يوسف، اطلع. عنده شاحن. اصعد يا أبا يوسف، اصعد. اذا بتطلع ابو يوسف لحتى انزل انا وخالد، خليك مع شيخ درغام، او اذا بدك خليك انت وخالد. اهلا وسهلا بالجميع، حيا الله الشيخ ابو عمر، حياك الله سيدي، حيا الله السلام الشيخ عليكم خالد، ورحمة الشيخ ابو الله الناس، الشيخ وبركاته. حي درغام. الله مولانا عليكم ابو عمر، السلام ورحمه جزاكم الله الله وبركاته. كل خير على المساندة يا اخوان. الله يبارك فيك يا شيخ المؤمنون درغام، والله انت كالبناء المرصوص موتني يا شيخ يشد درغام. بعضه بعضا. انت عارف يا شيخ ليه؟ درغام، ليه؟ عارف انت ضربته، بس ضربته بايد واحدة، كان ممكن تضربه بايديك الاثنين تموته، تقضي عندي عليه. النت عم يقطش، النت عم يقطع، عم يقطع كثير، كان عندي النت عم يقطع سمعت كثير صوتي كثير. سمعان؟ ايه كان عم يقطع عندي. يا زين شيخ قطع يا درغام؟ ما في نص الوهابي قرأه الا وفي الزام للوهابي. ما هو انا قلت له تخيل. تاركك لانك عم تجيب ادله ضدك. هو عصب اخر شيء، ما شفته شلون عصب؟ لانه عرف انه عم يقرا نصوص ضده. والله كل نص قرأه الزام ابو عمر على الوهابي. ورطه، ابو عمر ورطه، قال له كمل بالفتوى الحمويه، قام ورطه. شو جزاكم يعني الله خير الله يا شيخ درغام. يعني الله يجزيكم الخير، الشيخ البحار والشيخ ابو عمر يا والشيخ شيخ عباس يا والشيخ شيخ عصام درغام، دكتور اسمع عصام. شيخ ما قصرتوا والله. شيخ درغام، اسمع مداخلة الشيخ ابو عمر للاخر. تفضل يا شيخ ابو طيب عمر. حاضر. ايوه يا شيخنا، هو الشيخ درغام يعني هو ما مارسش هوايته الطبيعيه ان هو يعلي صوته ويخاطب المستمعين. شوفوا يا اخوه، ما يستطيع ان يثبت او ان يعرف الكيف، كان دايما يعمل كده، ما عملش كده المره دي. كنت عايزه يعرف المتابعين، خاصة ان ابو عمر ده عنده متابعين كتير هو والقائد، يعرفهم انه ما اجاب على ولا سؤال درغام سأله. درغام سأل اكثر من 10 اسئلة، ما اجاب على سؤال واحد. ما معنى الكيف؟ ما معنى اليد؟ هل اثبت الله تعالى الكيف لذاته؟ تمام. اوقفوا في العديد من النصوص ولم يجب على اي سؤال. ألف لام ميم سأله، درغام أجاب، ثم سألوا عن ألف لام ميم ما أجاب. حشروا في مسألة آية وما يعلم تأويله إلا الله، ولذلك حتى القائد ده تعصب. هو تعصب ليه؟ هو مش واخد على الأسئلة دي، هو واخد على الشيعة اللي بيطلعوا يهبد هو وهم مع بعض، الشيعة تسأل والناس العوام وهو يسألهم ما يعرفوش يجاوبوا خلاص. إنما هو مش واخد شكله يعني ما نظرش أشاعرة قبل كده. تمام. الشيخ درغام والله جزاه الله خير. يعني أنا شايف إن هو ما شاء الله يعني أفحم الوهابي، ولكن كان ممكن يقضي عليه، بردود بسيطة. جزاكم الله خير. جزاك الله فيك الله شيخ خير.
أحمد. طيب نعم أحسن سيدي. أخونا عمر، الشيخ جزاك الله درغام. كل خير. نعم كان ممكن أخونا درغام يلزمك إلزامات زائدة أيضا، لكن برضو والله أحسن بيني أخونا وبينك درغام. اجى انا بالله والله يا أنا اخوان كنت عم بشتغل بالحطب، بعدين نزلت لهون يلا خير. أخونا درغام، أنا بس حاب أقول شغلة يعني ولجميع المستمعين لأنه في عدد موجود. تمام. اللي بيقول أنا بفوض الكيف، تمام، واحد بيقول أنا بفوض الكيف، ماشي، مش لازم الكيف يكون موجود في القرآن والسنة عشان أنت تفوضه. يعني مثلا إحنا بيجونا بيقولنا كيف بتفوضوا اليد وهي اليد موجودة في القرآن والسنة. كلهم طيب ممتاز. نعم، لفظة اليد موجودة في القرآن والسنة. خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، يداه مبسوطتان، موجودة في القرآن والسنة. تمام. فنحن فوضنا شيئا موجودا. الآن السؤال، أين لفظة الكيف عن ذات الله في القرآن والسنة حتى يفوضها الوهابي؟ يعني سؤال بسيط جدا، وين هي؟ يعني انت لما بدك تفوضها معناته لازم تكون موجودة. طيب مش موجودة وبتفوض كيف يعني؟ انا مش فاهم والله بصراحة. فاول اشي زي ما بنقول اثبت العرش ثم النقش، اثبت وجود الكيف في القرآن والسنة ثم قل انك تفوضها. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير اخي البحار. صوتي مسموع يا اخوان؟ نعم نعم. حتى شيخ درغام في مسألة أنت زنقت فيها كمان بس ما كملت، واستشهدت بالآية اللي خدها على ظاهرها، اليد تهلك والإصبع. ليش تركت هاي النقطة كمان؟ إلا أنتم يا بظاهر سيدي النصوص لانه أعطيني لانه هو عم يسال بدي اسئله يروح لازم ترد عليه، ولا بيقول يا سيدي عم يسال تمام اسئله بايخه تمام عم بقلبها عليهم اجباري، تمام بدي انقل ارد عليه انا. ما بيصير انه بس سؤال تمام. واتركه. تمام. جاوبه ورد عليه دغري، رجع بنفس السؤال، لا تغير ورجعت السؤال. له رجعت له قلت له انت السؤال سواء الفلاني هربت منه، هو أو والسؤال غير. الفلاني نعم هربت منه، والسؤال الفلاني هربت منه، لم تجب عن اي اسئله. يعني قلت له هذا نعم الشيء، نعم. بس اللي ورطه ابو عمر قال له كمل قراءه الفتوى الحمويه، فحشر حاله بزياده. يعني انا تعجبت انه شلون رضي يقرا هالكلام، يعني وما في الا يكبر وهو من جوا محروق. اخر شيء يا سبني شيخ يعني درغام، شفته. الشيخ درغام هو أول ما بدأ يقرأ أصلا أنت سألته عن الكتاب، هو مش عارف هو بيقرأ منين. هو خد منك 3 كلمات وبحث عنهم على المكتبة الشاملة، طلع له اللي طلع قدامه قاعد يقرأ منه. طيب أنت سألته عن عنوان نعم. الكتاب، والله لم يجب، والله لم يجب عن عنوان الكتاب. نعم ما رضي يجيب، طلع لفوق خليته اجباري يحكي. كيف شوف تستدل يا على خصم في مناظرة ولا تعلم الكتاب اللي بتقرأ منه؟ كيف ازاي؟ كريم، إذا نعم بدك نعم تناقش نعم. تكمل يعني كمان حتى طلع نكمل على عليه، الهواء مباشرة. بدك يعني يا قلنا اخوان فتحناه خليك على أنت الهواء واحد. مباشرة. تمام. يعني طلعنا وقلنا له تفضل وينه الكتاب، حط العنوان فوق، حط العنوان فوق. قام طلع عام العنوان منهاج اهل السنه، يعني كتاب للوهابيه، يعني ما له يمكن 10 سنين مؤلف. تمام. قلت له انا عم بحكي من الفتوى الحمويه، شلون عم تتهمني انه انا عم قص من المقاطع وليك شو مكتوب عندك؟ يعني هن مشان يستروا البلاوي شو بيساووا؟ بيجيبوا لك الفتوى الحمويه ولكن شرح فيها. تمام. يعني هذا كلام ابن تيميه يا جماعة يكفي يعني هدول 3 صفحات يكفي بدرس كل معتقدهم. يا جماعة اللي كاتب السؤال هذا كرم ايش الاسم، بيقول هل الإمام مالك يعرف أن يجيب على الأسئلة؟ إن كان يعرف أين كلامه وماذا قال؟ شكلك لم تناظر أهل الحديث. والله أنا بصراحة ما فهمتش هذا السؤال، فكرت حالي فهمته يا شيخ والله. بحار، انا هقول لك هو بيسأل بيقول ايه. هو بيقول الأسئلة اللي درغام طرحها على الخصم، هل الإمام مالك يعرف يجيب على الأسئلة ولا لا؟ وإن كان يعرف يجيب على الأسئلة، فين الإجابة؟ الإجابة يا أخي الكريم أن الإمام مالك هو من يسأل هذه الأسئلة. يا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يثبت لله إلا ما أثبته الله لنفسه. فالإمام مالك لن يثبت كيفا لله إلا إذا جاء في القرآن وجاء في السنة. فلو جاء مبتدع للإمام مالك، والإمام مالك اللي هيسأله أين الكيف؟ صوت مسموع؟ نعم مسموع صوتك سيدي، مسموع. الإمام مالك هو اللي هيسأل الأسئلة بتاعت أهل السنة الأشاعرة، مش العكس. فهمت؟ يعني الإمام مالك لو تسأل الأسئلة بتاعتنا هينفي الكيف، يقول لا بلا كيف، الله تعالى لا يكيف، لا كيف له، لأن الكيف يكون للمخلوق. تمام؟ يا رب تكون فهمت. نعم سيدي، أحسنت والله. وأيضا السؤال للإخوة الوهابية، لماذا غضب الإمام مالك على السائل
وإذا كنتم يعني تقولون أن السائل يجهل كيف استوى والإمام مالك يجهل كيف استوى، فالسؤال إذا كانوا الاثنان يجهلون كيف استوى فلماذا يغضب الإمام مالك؟ يعني بكل بساطة يقول أنا لا أعرف كيف استوى كما أنك لا تعرف كيف استوى، تمام، ولا تسأل عن هذه المسألة يعني. والإمام مالك هو الذي يعني عدت عليه حوالي 40 مسألة أنه قال لا أعلم، عندما يسأل شيء لا يعرفه يقول لا أعلم، فعاد المسألة بسيطة. لكن هو غضب على السائل لأن السائل أثبت كيفا، والإمام مالك يعلم أن القرآن والسنة ليس فيهما كيف عن ذات الله وأن الكيف عن المخلوقات. حي الله الشيخ بسام. بس عم يعني بدين الله ما عم نفوت، الحمد لله. جزاكم الله كل خير يا اخوان، بعد اذنكم انا بدي عندي شغل الان. الو جزاكم الله كل خير يعني والله والله وعليكم السلام. حي الله الشيخ بسام، حياك الله. حياك الله. طيب انا بفتح بس اي والله اي والله يا بحار يا ريت، لانه انا بالشغل الان عندي عمل. يلا يا جماعه عندي حياكم الله. حيا الله جزاكم الله كل خير. شكر خاص لابو محمد وللبحار وللدكتور عصام ولاحمد ابو المجد اللي كانوا معنا. تفضلوا عندي يا جماعه، تفضلوا عندي يا جماعه، معزومين على إدري خليلية. اهلا وسهلا في الجميع. بدي افتح بس الان. اهلا وسهلا. بدنا نابلسيه يا شيخ بحار، جايين وراك دغري. كمل بس كرمالك.